السلام عليكم يا محترمين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف خير. تقريبا ده من أتفه الفيديوهات اللي أنا هعملها في حياتي بجد، لأني شايفة الموضوع ما يستاهلش الضجة الكبيرة قوي اللي اتعملت عليه ده. والزي المدرسي وبنات الإسدال اللي اتشهروا بكلمة بنات الإسدال كأنها عيب، عارف اللي هو إسدال عيب، يعني عملت حاجة حرام، يعني عملت حاجة كبيرة، عملت حاجة مخلة في المجتمع. عادي، بنات الإسدال دي ده وصف جميل على فكرة. يعني ايه الوصف الوحش في ده؟ بنات الاسدال حلو جميل مش وحش. زي المدرسي في مدرسة الدقهلية، البنات كانوا لابسين اسدالات وحجاب، فالناس استغربت، او مش الناس، هو الاعلاميين هم اللي طلعوا الفكرة دي ونشروها طبعا، فاحنا كلنا قعدنا نعلق انه ازاي ده ازاي يكون في مدرسة حكومة. يعني انا شايفة برضو ان المدرسة حكومة، ايه المشكلة لما يكون ده ازاي بتاعها؟ بدل ما نشجع حاجة زي كده، لا احنا بنهدم ده، لان احنا شايفين ازاي المدرسي بيكون عبارة عن تي شيرت وبنطلون سواء للولاد او للبنات زي بعض. لكن لما نشوف بقى اسدال، لا ده عيب بقى، ده وحش كده وحش. ليه كده؟ ليه؟ في ناس برضو كانت شايفه ان الاسدال اللي هم لابسينه ده اسدال صلاه. لا، هو مش اسدال صلاه خالص. يعني هو في ناس بتجيب الاسدال ده فعلا بكل الوانه وبيخرجوا بيه عادي جدا وبيعتمدوه، وما بنشوفش ان هم شكلهم غريب. يعني في محتشمات اكتر منهم وبيكونوا منتقبات، يعني عادي. حاجه كمان بقى، يعني انا شايفه ان احنا اهتمينا قوي بالموضوع ده، واهتمينا بالزي والمدرسي والكلام ده، وسيبنا المناهج. طب ما كنتوا وفرتوا الضجه الاعلاميه دي على منهج مثلا زي بتاع رابعه ابتدائي، او المناهج اللي موجوده دلوقتي اللي بتدرس، اللي هي يعني فيها حاجات غلط وحاجات غريبه. طب ما تشوفوا الحاجات دي وتصلحوها الاول قبل ازاي المدرسه، قبل المظهر العام، يعني قبل المظهر العام كده نصلح من جوه الاول. صح. كمان استاذ عمرو بقى بيقول حاجه لفتت انتباهي جدا، اللي هم دول هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا ايه؟ او حضرتك هيطلعوا ايه؟ بنات طالبات في مدرسه حكومه هيطلعوا ايه؟ هيدخلوا هندسه وطب وهيدخلوا تربيه واداب وهيبقوا مدرسات وهيبقوا كل حاجه في الدنيا عادي زيهم زي اي حد في الدنيا. يعني اكيد مش هنجيب لهم اسلحه ويقفوا بيها. يعني مش مستغربه بصراحه، مستغربه السؤال اللي هو هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا بنات محترمات محتشمات اهلهم مبسوطين بيهم. يعني انا شايفه ان هم كمان بيقولوا عملوا مجلس امناء ومجلس الاباء واولياء الامور، واتفقوا على الزي المدرسي ده، وبقالهم كام سنه عليه ومحدش اعترض، وكلهم كانوا مبسوطين ومفيش اي مشكله في الزي بتاعهم ده. يعني الناس بتقول كده، فدي حريه بتبقى في الحاجات اللي مش محتشمه، الغير محتشمه. لكن الحريه في الاحتشام ازاي؟ لا، نعارض بقى ونعاند بقى ونقول لا وما ينفعش، وهيطلعوا ايه دول؟ ودول هيبقوا صورة المجتمع، وازاي دول في مصر؟ ازاي دول في مصر؟ عادي، بنات محجبات محتشمات محترمات مفيش همش مشكلة خالص، هما ناس مبسوطة. ليه احنا نقعد نبقى ديكتاتوريين عليهم؟ يعني ليه ما نسيبهم براحتهم؟ ده غير ان احنا في المعاهد الازهريه عندنا ما بيعملولناش مجلس للاباء ونختار اللبس. يعني هو اللبس بيكون مفروض علينا كده، يعني احنا ده لبسنا. حتى البنت اللي هي مش محجبه فرض عليها ان هي تيجي ولابسه الحجاب ولابسه العبايات او الزي المدرسي بتاعنا ولابساه وداخله المعهد عادي، تخرج بقى تقلع الحجاب هي حره. لكن ده معهد ازهري لازم تكون لابسه فيه الحجاب. فانا مش شايفه فيه مشكله، يعني انا مش شايفه في مشكله. حتى لو الموضوع ده اتنقل للحكومي فهي حاجه حلوه، لان هي بتزود الحجاب وبتزود للبنات ان هم يهتموا بدينهم ويبقوا افضل واحسن. عادي يعني. احنا بس بنحب نعمل ضجه، وبنحب نثير الجدل، وبنحب نعمل مشاكل على حاجات تافهه بصراحه، لان الموضوع فعلا تافه جدا جدا يعني. واكيد هو هيتغير طالما الاعلام قاعد يتكلم عليه كتير كده، واكيد مش هيسيبوا الناس براحتهم ويلبسوا اللي هم عايزينه. خصوصا ان هم كمان اهلهم موافقين على الزي ده، لا هم شايفين ان دي حاجه وحشه، فالاعلام لازم هيغيرها طبعا. بس كده، السلام عليكم.